الرابطة هذه كيف تكون؟ لها طريقان، طريق مباشرة وطريق غير مباشرة، وهي مباشرة كذلك في التحقيق. الطريق غير المباشرة نبدأ بها، هي أنك بقدر تعلقك بسيدنا رسول الله تعلقا صحيحا بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، تجد نفسك بطريقة غير مباشرة تلقائيا تنجذب لأهل بيته، الأولى فالأولى. فمن ادعى حب سيدنا رسول الله الحب الحقيقي ولم يجد في قلبه ميولا لأهل البيت، انجذابا باطنيا لأهل البيت، محبة حقيقية نقول بلا فائدة ولا تشل، هكذا كما يحب الواحد منا حينما يحب أي شخص، يحب ولده أو والده أو ما له قرابة بهذا الشخص. ما دمت لم تصل إلى هذا المستوى فعلاقتك بسيدنا رسول الله زالت معلولة، نقص شيء، يعني ميزان نقص شيء، ابحث عنه ما هو. هذه طريقة غير مباشرة، علاقة بأبيها صلى الله عليه، وعلاقة بأبنائها كذلك. نستطيع أن ندخل بطريقة غير مباشرة بالعلاقة بأبنائها، حينما تكون لك رابطة حقيقية بأهل البيت، سواء رابطة روحية بمشايخ أهل البيت وبالأقطاب من أهل البيت، هم يوصلونك بها حتى ولو لم تكن أنت بذاك المستوى من الشفافية ومن الصفاء لتتصل بحضرة بضعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن الصلة الباطنية بالسيدة فاطمة يا سادة ليست بالسهلة، ليست بالهينة يعني، نعم، فهي يعني غاية الطهر. إذا كان قول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أجل ما يتمثل هذا فيها أهل البيت، يعني أهل بيته أحق، أهل بيتي أحب أهل بيتي إليه، قال لا سيدة فاطمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كانت لا تحيض ولا تنفس، كانت في كمالها كالرجال، تمام الطهارة، بضعة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن تتصل أنت بها بعين ترى ما لا يحل، وأذن تسمع ما لا يحل، وقلب كذلك يحل فيه ما لا يحل، يعني لازلت بعيدا. أما التعلق المباشر بها هذا الذي هو غريب نوعا ما في هذا الزمان، لهذا سبقنا هذه الكلمات الآن. تقول لي كيف نصلي عليها؟ نقول لك الصلاة مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فآله كلهم جملة بلا تشخيص، ولكن إن حضر التشخيص لابد أن نشخص هؤلاء الكبار، أي نشخصهم، ما معناه أن نحضرهم في ذهننا باش تكون العلاقة رابطة بهم قوية. لا سيما هالكلام لا سيما للنساء ممن يسمعنا، فالأسوة الحسنة لنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وتمثلت أسوته للنساء في السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، هي النسخة المحمدية، هي المظهرية المحمدية للنساء، ولكن حتى للرجال، لأنه حينما ذكر ما ذكر في صف النساء فقط، بل قال كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4، فذكر بالكمال بحيث أنه لا عيب ولا عار أن نتعلق نحن الرجال بها، وهذا لا يقدح فيها حاشاها. ما تقولش هي امرأة السيدة فاطمة، لا، قال سيدنا رسول الله بلغت مبلغ الرجال، لا ما تخاف، كلها طهر في طهر. علاقتك بها لن تكون إلا علاقة بمظهرية الحبيب صلى الله عليه وسلم، بجمال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي لن يعني بدورها تدخلك عليه صلى الله عليه وسلم من الباب الخاص. فالمشرب المحمدي يدخلك على الحبيب، المشرب الفاطمي يصلك بالمشرب المحمدي من باب الخاص. هذا السر الرابطة مع أهل البيت، لا سيما أهل الكساء، أنهم مكانتهم في قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم تنعكس على علاقتك أنت. إذا كنت أنت مقصر أو كذا وكذا، حينما يعني تنحاش إلى جنابهم وهم في قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا نظر الحبيب إلى قلوبهم ورآك فيها لعله يجذبك. ومولى القوم منهم وهم القوم لا يشقى بهم جالسهم، فكيف بمن في قلوبهم؟ ها هي الرابطة.
إذا كنت أنت في قلب السيدة فاطمة عليه السلام تحبها وتحبك، يعني كيف ستكون رابطتك بالله سبحانه وتعالى؟ إذا رضيت عنك سيرضى الله سبحانه، إن الله يرضى لرضاك، وهكذا.